أعزائي المشاهدين متابعي البرنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم. معنا صورة مصرية مشرفة، هو أمين عام حزب مصر القومي بالإسكندرية ومساعد رئيس حزب مصر القومي الاستشار عاطف فوزي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بيك. حضرتك كلمنا النهارده عن المؤتمر اللي عملتوه النهارده مع الأحزاب الأخرى داخل اسكندرية، وكلمنا عن دوركم كحزب مصر القومي داخل اسكندرية. بداية المؤتمر اللي تم النهاردة باسم مؤتمر الإصلاح الحر، أو بمعنى أصح أحزاب الإصلاح، تيار الإصلاح الحر، الممثل حزب مصر القومي، حزب الإصلاح والنهضة، حزب الاتحاد. ومن خلال المؤتمر النهاردة أنا بشكر كل الحضور اللي حضروا من أمانة الإسكندرية والبحيرة في كل ومطروح. يعني شكرا جزيلا لهم كلهم اللي لبوا الدعوة، وكان حضور مشرف جدا جدا جدا. أكثر من 70% من حضور القاعة كان من حزب مصر القومي. مشكورك يا فندم. كلمنا بقى كلمة حابب تقولها، أو كلمنا عن دور الحزب الفترة اللي جاية والدور التوعوي للفترة اللي جاية. الحقيقة حزب مصر القومي من يعني مهتم جدا بالانتخابات الرئاسية الفترة اللي جاية، ونفس الوقت برضو جميع أعضاء الحزب عندهم فكرة وعندهم توعية كاملة بضرورة الانتخابات وأهمية الانتخابات وضرورة الوقوف خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته وتأييده، وطبعا دعوة كل الأسرة المصرية بالكامل للنزول للانتخابات الرئاسية اللي هتبدأ من يوم 10 و11 و12. أنا عارف حضرتك يا فندم، أنا آسف أنا عارف حضرتك أنت مرهق النهاردة وتعبان جدا وجاي لك في آخر يوم من تعب وإرهاق. شكرا جزيلا ليك وشكرا على وقوفك معنا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا لكم جميعا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. ده كان لقاءنا مع المستشار عاطف فوزي رئيس حزب مصر القومي بالإسكندرية. شكرا جزيلا.